السلام عليكم خوتي الأجر. كما كان هو منظم، دابا غادي نهضروا على الخطأ الجسيم وعلى جلسة محضر الاستماع كيفاش تدار. فاش تدير شي خطأ جسيم، أول حاجة تيديرها المشغل تيعيط عليك، تيسولك علاش ارتكبتي هذا الخطأ، ومن بعد تيعطيك واحد الاستدعاء قدام المفوض القضائي اللي مكتوب فيها التهم باش متهمك، وفيها فين غادي يدار محضر الاستماع والتاريخ، وتيخبرك باش تجيب معاك مندوب الأجرة اللي غادي يحضر معاك. ممنوع عليه يعطيك الاستدعاء ويدير لك ديك الساعه نيت جلسه الاستماع، ضروري تكون بيناتهم على الاقل واحد 12 ساعه. ملاحظه، هذاك المفوض القضائي اللي تيكون فاش يعطيك الاستدعاء الدور ديالو فقط يشهد راك شديتي الاستدعاء باش ما تنكرش قدام المحكمه وتقول لهم راه ما عطوني والو، وهنا خص مشغل يثبت عكس هضرتك. دابا خديتي الاستدعاء، خصك تفكر جوج ديال الحوايج. الاقوى اللي غادي تقول في جلسه محضر الاستماع والديليغي تثق فيه وغادي يكون معك مزيان. الغد اللي جيتي جلسه الاستماع، هاد الجلسه تيكون فيها 3 ديال الناس: موظف قسم موارد البشريه اللي تيمثل الشركه، انت متهم بارتكاب خطا الجسيم، والديليغي اللي اختاريتي. بالنسبه للديليغي، التجربه ديالنا كاين 4 انواع ديال الديليغي. واحد الديليغي اللي هو ديليغي زنزول، تيبقى جالس معاك وساكت وتسمع ما يقتل ما يحييك. الديليغي اللي هو تنسميوه الديليغي نياد الله، تيبقى يدافع عليك ويتغاوت معاهم بحسن النيه. والديليغي الغراق تيزيد يقفرها عليك تما بشي حاجه ما عندها حتى علاقه، ولا تيبقى عليك غير اعترف صاحبي غير اعترف. والديليغي فاهم، تيسولهم على الادله، واذا عرف شي حاجه في صالحك تيقولها وتيرد معك البال فاش تكسب محضر الاستماع وتيعاود يقراه معك. هنا واحد الملاحظه على جلسه محضر الاستماع، هي ماشي جلسه الاعتراف بالخطا، هي جلسه تدافع فيها على راسك بجميع الادله. واذا حتى ديليغي ما جاك على خاطرك، اشنو غدير في هذه الحاله هذه؟ هنا يمكن لك تكتب الاقوال ديالك في الدار وتجيبهم وتعطيهم موظف الموارد البشريه، قول ليه هادو كتبهم لي في محضر الاستماع، وبالنسبه للديليغي دي معاك غير خضر فوق الطعام. دابا ساليتي محضر الاستماع، موظف الموارد البشريه غادي امبريمي 3 ديال النسخ، نسخه يعطيها لك، نسخه يخليها مفتشيه الشغل، ونسخه غتبقى عنده. غادي يقول لك وقع، هنا عندك الاختيار، اذا بغيتي ما توقعش ما توقعش. من بعد غتمشي في حالك وغتسنى القرار ديال المشغل ونوع العقوبه. اذا فات 8 ايام من تاريخ محضر الاستماع ما ردوش عليك، راك في حال ما ارتكبتي حتى خطا، رجع تخدم على راسك. ملاحظه، هذيك المده اللي كانوا موقفينك فيها ما بين الاستدعاء حتى يتخذوا القرار راك مخلص فيها تبحال الا خدمتيها. دابا نجيو للعقوبه وكيفاش. دابا نجيو للعقوبه. الا ما عجبتكش العقوبه اشنو غادي دير؟ الا ما عجبتكش العقوبه وحسيتي براسك بانك مظلوم، تيقول لك القانون حقك انك تمشي للمحكمه وتطعن فيها. ربما في المستقبل غادي نديروا شي فيديو على وسائل الطعن وكيفاش تطعن وامتى خصك تطعن. وتحيه للاخوه الاجر.